قصة نجاح عظيمة بتبدأ حلم صغير في عقل شاب بيؤمن إن التغيير ممكن. قصة النهاردة عن شاب ما كانش ابن عيلة سياسية كبيرة خالص، ولا كان عنده نفوذ مالي ضخم زي ترامب مثلا. مش لازم تكون ابن عيلة كبيرة ولا يبقى عندك نفوذ مالي ضخم، والسر الحقيقي هو الطموح والإرادة الفولاذية. لو عايز تعرف قصة الشاب دوت اتفضل معايا. الشاب اللي هنتكلم عليه النهارده بدأ كمساعد بسيط في مكتب نائب بالكونجرس، واتعلم يوم ورا يوم ان السياسه مش مجرد خطط لكنها افعال. هو نفس الشاب اللي دخل انتخابات صعبه والكل كان شايف ان فرصته ضعيفه، لكنه صدق في نفسه واشتغل وكسب ثقه الناس. هنتكلم النهارده عن جيمس واكنشو اللي كان مجرد موظف مساعد في مكتب نائب بالكونجرس، بيتعلم كل يوم ازاي السياسة بتدار وازاي صوت واحد ممكن يغير مصير آلاف. من حلم شاب بسيط في فيرجينيا إلى عضو مجلس مقاطعة فيرفاكس، لحد ما جه اليوم اللي وقف فيه اختبار حقيقي بجد. المقاطعة 11 دي مقاطعة في فيرفاكس كاونتي في ولاية فيرجينيا، واللي هي مقاطعة من أهم المقاطعات اللي موجودة في أمريكا ومن أغناها بالمناسبة. المقاطعة دي كان مسيطر عليها الديمقراطيين طول الوقت. قصة الشاب بتاعت النهاردة بدأت لما توفى النائب بتاع المقاطعة 11 جيري كونولي في مايو 2025. الكل كان شايف ان اي حد يحل محل جيري كونولي، وبالمناسبة ان هو كان من اشهر اعضاء الكونجرس، الكل كان شايف ان اللي هيحل محله دي فعلا مهمة صعبة. لكن واكنشو حولها لمعركة امل في قدراته هو الشخصية، ونفسها ما كانتش سهلة قدام مرشح جمهوري بخلفية عسكرية وامنية وفي جو سياسي منقسم لاقصى درجة هنا في امريكا. لكن واكنشو ما تراجعش، قرر يحول المعركة لحلم جماعي مش فردي، ويخلي الناس تصدق ان صوتهم فعلا هيفرق. خطوة بخطوة، باب لباب، رسالة على الايميل ورا رسالة، حملته كبرت وصوته بقى مسموع. يوم التصويت يوم 9/9 من كام يوم، النتيجة كانت أكبر من مجرد أي فوز، كانت اكتساح ساحق ليه. فاز بتقريبا ب 75% من الأصوات. بس إيه هي بقى أسباب النجاح ده؟ جيمس للأمانة نجح في دايرة ديمقراطية، وهو ديمقراطي زي ما أنا قلت لك، يعني دايرة زرقاء أصلا، مش دايرة جمهورية يعني دايرة باللون الأحمر. لكن النقطة الأساسية هنا مش في فوز واكنشو، لا خالص، دي كانت في اكتساحه بنسبة 75% مقابل 25% المرشح الجمهوري ستيوارت واتسون. هنا يا جماعة في أمريكا الفوز بيبقى 50 51 50 ونص 52 53. جيري كونولي بتاريخه ده كله لما فاز آخر مرة ب 65%، ده كان حدث في أمريكا كلها إن هو الراجل يحقق هذه النتيجة. لكن ان حد يكسب في امريكا ب 75% دي ده وضع مختلف تماما عن دولنا، لان هنا في تصويت بجد. مفيش لقد فاز السيد الرئيس بنسبه 99.9 واحنا لسه بندور على المخابرات او الاجهزه الامنيه بتدور على 1% عشان تحقق معاه وتمسكه. لا، هنا في انتخابات بجد. فنسبه 3-1 دي نسبه مريعه في امريكا. فالخبراء لازم يبتدوا يحللوا ويشوفوا ازاي الراجل ده فاز وازاي الراجل ده حقق النتيجه دي. أنا هشرح لك من وجهة نظري هو إيه اللي خلاه فاز الفوز الساحق ده. أنا في رأيي إن بأسباب الاكتساح ده هي إن الناس بدأت تترشح حرفيا من جنابها من سياسات ترامب، وشايفين إن ترامب بيلعب بالنار، والجمهوريين ممكن يدفعوا الثمن غالي في انتخابات التجديد النصفي اللي هتحصل تقريبا بعد سنة في نوفمبر 2026. اللي بيعمله دونالد ترامب النهارده مش مجرد سياسات عادية، دي مقامرة سياسية ممكن تهز أركان الحزب الجمهوري كله. أول حاجة ترامب عملها وكان ليها رد فعل كبير جدا في الشارع الأمريكي هو أقال مدير مسؤول الإحصاءات والبيانات الرسمية في وزارة العمل. ده الشخص اللي بيقول لك نسبة البطالة كام في المية، عدد الناس اللي اتوظفوا في أمريكا الشهر اللي فات كانوا كام واحد، عدد الناس اللي خسرت شغلها واتفصلت كانوا كام واحد، ويديك وضع حقيقي عن حالة
البطاله ونسبه العمل ونسبه البطاله في البلد. ترامب اقل الشهر اللي فات، وده عمل ردود فعل كبيره جدا وغضب في بعض الاوساط. بالاضافه لمحاولات ترامب للسيطره على الفدرالي الامريكي وضغطه المستمر على مجلس الاحتياطي الفدرالي لتخفيض الفايده باي شكل، لان طبعا لما هيخفض الفايده ده هينعكس جدا على اداء الاقتصاد ويخلي الاقتصاد يتحسن، والناس هيبقى عندها القدره انها تستلف، فبالتالي الناس عندها قدره تشتري بيوت، تشتري سيارات باسعار فوائد قليله. بالتالي ناس كتيره جدا وامريكيين كتير جدا شايفين ان ترامب بيضحي بالاستقرار والاستقلاليه. ركز في كلمه الاستقلاليه النقديه دي. يعني ايه الاستقلاليه النقديه؟ الاستقلاليه النقديه في ناس كتيره جدا على مستوى العالم بتستثمر في الدولار، في اليورو، في الاسترليني، في الين الياباني، في الدولار الاسترالي. ليه بيستثمروا في العملات الرئيسيه؟ بيسموها العملات الرئيسيه. ليه؟ علشان العملات ديت منفصله انفصال حقيقي عن السياسه بتاعت الدوله. الارقام او سعر صرف العمله بيعكس اداء حقيقي للاقتصاد في الدول ديت. ومجالس البنوك المركزيه زي الاحتياطي الفدرالي هنا في امريكا بتبقى مستقله تماما عن القرار السياسي وعن قرار الرئيس، وده بيديها في عيون المستثمرين ان العملات دي عملات معبره، تعبير حقيقي عن وضع الاقتصاد في بلادها. فبالتالي المستثمر من كل حته في العالم بيخش يستثمر فيها، وبالتالي ما بيبقاش خايف. مثلا ما بتلاقيش حد بيستثمر في اليوان الصيني. ليه؟ لانه عارفين ان اليوان الصين دوله قويه جدا، بس في كل حاجه فيها محكومه بالحديد والنار وتحت ايد الرئيس وتحت ايد الحزب الشيوعي الصيني. لكن امريكا وضعها مختلف. امريكا وضعها الاقتصادي مستقل استقلال تام عن وضعها السياسي. اللي ترامب بيحاول يعمله دلوقتي بان هو بيرفض ناس من الاحتياطي الفدرالي وزي ليزا اللي كان رفضها الاسبوع اللي فات او من اسبوعين فاتوا، ده بيخلي الناس بدات تفقد الثقه في قدره الدولار، في قدره الاقتصاد الامريكي بوضعه وبهيمنته وبشكله ان هو اقتصاد مستقل. وبالتالي ده هيكون له انعكاس عنيف جدا على نتائج الحزب الجمهوري في نوفمبر 2026. الحاجة الثانية اللي بتحط شعبية الحزب الجمهوري على المحك هي تعريفات ترامب الجمركية اللي ضربت التصنيع والزراعة وتسببت في تجميد وظائف وخسائر آلاف للعمال. الناخب العادي حاسس بالوجع في جيبه. التضخم في امريكا بسبب التعريفات الجمركيه بقى كبير جدا، وكمان في ناس كتير جدا بدات تخسر اشغالها في امريكا، لا سيما وخاصه الموظفين الفدراليين في خطه التخفيض الحكومي وتخفيض العجز الحكومي اللي كان تبناها ايلون ماسك. كل ده بيقول ايه؟ بيقول ان ترامب ممكن يكسب مكاسب لحظيه، لكن الحزب الجمهوري ككل داخل على موجة رفض شعبيه في 2026. التاريخ بيقول ان الناخب الامريكي ما بيغفرش الغلطات الكبيره، وساعتها مش هيسقط ترامب بس، بالعكس ده الحزب الجمهوري كله ممكن يدفع الفاتوره، زي ما شفنا في الانتخابات اللي حصلت من كام يوم واكتساح واكن شو بتقريبا 75% باكتساح كامل بنسبه مش معتاده ويمكن ما بتحصلش خالص في الانتخابات الامريكيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ودايما مشرفني في حبيب فاينانس. السلام عليكم.